التزم أنت، والله سبحانه وتعالى عليه أن يكافئك كما يشاء. الحديث الذي تعرفونه أن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل عليه، حينما تقولها يكتب الله عز وجل لك 10 من الرحمات والمغفرة. نعم، فالملائكة تتساءل يا ربنا ماذا نكتب للذي يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ماذا نكتبه له؟ كيف نكتب له 10 رحمات أم 100 أم 1000 أم مليون أم مليار؟ فيقول المولى عز وجل له اكتبوها كما هي وأنا أفتي بها. الملائكة تعجز عن كتابة هذه الصلاة في قيمتها من الحسنات والرحمة والمغفرة. إذا الصلاة على النبي محمد هي فريضة عليه في أي وقت، بقوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. هذا في فضل الصلاة على الحبيب المصطفى. أما ذكرك لله عز وجل وهو أيضا موجود في صلاتك على الحبيب المصطفى. كيف ذلك؟ أنت تقول ماذا؟ اللهم صل عليه. أنت وأنا لا نستطيع أن نعرف كيف نصلي على الحبيب المصطفى بالطريقة التي يرضاها الله عز وجل لأطهر قلب العالم والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ندري كيف نصلي عليه، فندعو الله عز وجل يا الله يا ربنا إننا والله لعاجزون أن نصلي على الحبيب المصطفى بالطريقة والكيفية التي ترضيك أنت يا رب العالمين، وباسمك اللهم صل عليه أنت صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، لأننا نعجز عن أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودائما كن مع الله عز وجل بلسان ذاكر لله وقلب موحد لله عز وجل. كفانا بعدا عن الله، كفانا بعد. الله أعلم بغدا، الله أعلم ماذا سيحدث غدا. أنت لا تضمن حياتك الآن، فكن على صلة بالله عز وجل. اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، فإنك حينما تقول لا إله إلا الله بصدق القلب يصدق هذا القول ويقول حقا لا معبود إلا الله. قولك لا إله إلا الله، هذه الكلمة هذا الذكر وهو أفضل الذكر لله عز وجل. حينما تقول لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تخرج مثل النور من الفم ثم تصعد إلى السماء الأولى، فيتساءل الملائكة
من الذي قال هذا الذكر الجميل؟ فيقولون أن فلان ابن فلان الملقب في الدنيا بكذا هو الذي قالها، فيدعو له ويستغفر له ويطلب من الله الرحمة له، ثم تصعد إلى السماء الثانية ويتساءل سكان السماء الثانية من الملائكة، ثم يدعو له، ثم السماء الثالثة والرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، حتى تصل تحت عرش الرحمن وهي تهتز، فينظر المولى عز وجل لها ويأذن لها بأن تستقر وهي تهتز، فيأمرها الله عز وجل بأن تستقر وتقول بعزتك وجلالك يا رب لن أستقر إلا وأن تغفر للذي قالني. فينظر المولى عز وجل لها فيقول أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت له. كيف يا رب وأنا كل ذنوب؟ كيف يا رب وأنا الذنوب من فوقي وتحتي وأنامي وخلقي؟ يعلم بأن الله إذا لم يريدك لم يوفقك لذكره. والله الله إذا ختم على قلبك لن تقول الله وليس لا إله إلا الله، لن تستطيع أن تنطقها. وأنتم تعلمون الرجل الذي كان على فراش الموت ولا يستطيع قول أو نطق لا إله إلا الله لأن كانت أمه غاضبة، فحينما ذهب الصحابة إلى نبي الرحمة فيقولون أن فلان على فراش الموت ولا يستطيع أن ينطق الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بأمه، فتال أمه فكانت غاضبة عليه، فقال إن ابنك على فراش الموت، هل تريد أن يدخل النار؟ فقال لا يا رسول الله، فإن قلبي يسامحه ويرضى عنه، فنطق الشهادة في هذه الحالة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقبلت روحه. لا تقتنع أو الشيطان يدخل إليك ويقول أن هذا ذكر بسيط وأي منا يقولها، لا والله، فصلاتك ليس بقوة منك ولكن هي بقوة الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا لله عز وجل. وجودك هنا هي آية وعلامة بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك. غيره في المقاهي، غيره نائم عن ذكر الله، غيره في زنا، غيره يسرق الآن، غيره يخطط حتى يدمر هذا الوطن الآن. فاعلم